أيها الناس، السخرية والاستهزاء من أخلاق الجاهلين. لما أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة لأنهم قتلوا نفسا وكتموا القاتل، فأمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا جزءا منها يضرب المقتول فيحييه الله ويخبر بمن قتله. فلما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا ليس من أخلاقي السخرية والاستهزاء. وهكذا عباد الله، السخرية والاستهزاء ليست من صفات أهل الإيمان بل من صفات الكفار. حذرنا الله عز وجل من التشبه بهم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وهكذا ذكر الله عز وجل عن اليهود السخرية والاستهزاء: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهكذا أنبياء الله ما من نبي إلا ويسخر منه المكذبون المعاندون. ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهؤلاء المجرمين الذين عادوا أنبياء الله وسخروا منهم ومن دعوتهم. قال الله عز وجل: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نوح عليه الصلاة والسلام يسخرون من أتباعه: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هؤلاء هم أتباعك. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. سخرية واستهزاء. وأمره الله أن يصنع سفينة فكان يصنعها لأن قومه سيهلكهم الله بالغرق، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فسوف نسخر منكم كما تسخرون. سنسخر منكم. سيأتي اليوم الذي يأتي فيه هلاككم ونسخر منكم كما تسخرون. وهكذا أنبياء الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا فرعون إلى الإيمان بالله تكبر فرعون وتعالى وتغطرس وتجبر، وكان يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ضعيف حقير ولا يكاد يبين. سخرية، استهزاء، تحقير. نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عن المكذبين له: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي يذكر آلهتكم؟ هذا هو الذي يتنقص معبوداتكم والأصنام التي تعبدونها. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها
صبروا على الباطل وعلى الشرك بالله ويرون أنفسهم أنهم على هدى. قال الله عز وجل: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فيا عبد الله، تأمل في آيات الله وتدبر السخرية والاستهزاء. لا تسخر بمسلم لعيب في خلقته، فالله عز وجل هو الذي خلقه. ربما تسخر منه ويبتليك الله، ربما تخرج الكلمة ولا تدري بعواقبها.